الو 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 الاقيش معاك اتش دبليو 22 برو، الاصدار الاحدث اللي هو مش عارف ده عامل ازاي. شكله موجود، بس ثانيه واحده كده اعدل الصوت. الو، تمام كده اعتقد الصوت كده اتعدل. نسيب الموبايل ده على جنب ونخش في الموضوع على طول. النهارده هنتكلم على ساعة سمارت نفس سيريس 6، ولكن فيها بعض المميزات وفيها بعض العيوب. الميزة الأساسية إن هو سعرها كويس بالنسبة للساعات الذكية اللي موجودة في السوق، اللي سيمي اوريجينال أو كوبي من سيريس 6 أو أبل سيريس 6. سيريس 7 و8 دلوقتي نزلوا في السوق، فدلوقتي سيريس 6 الكوبي بتاعتها بتكون أرخص كتير. فخلينا نبدا كده ونشوف. واعتقد انتوا عرفتوا الساعه اللي معانا هي ايه بالظبط. هي ال HW 22 برو، واللي موفر لنا الساعه دي النهارده هو محل شوب نمبر 99. عنده محل تقدر ان انت تروح وتعين بضاعتك، عنده ويب سايت بيكون فيها برومو كودز حلوه جدا وخصومات على طول، اكسسوارز لكل الموبايلات وباور بانكات وحاجات تانية كتير. لازم تخشوا على اللينك بتاع الويب سايت تحت، برضه هسيبه لكم في الديسكربشن. في برومو كود، ولكن لازم يكون على الفيسبوك بيج او الواتساب، هو احمد سامح ريفيوز. هتلاقوا خصم كويس قوي على كل حاجه. دي ساعه تعتبر كويسه، ولكن فيها كذا اصدار، فده اصدار منهم، اصدار ما، ولكن فيها بعض المميزات وفيها بعض العيوب كالعاده. فخلينا نبدا كده ونقسم الريفيو الى اجزاء، ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج. هتلاقوا اول حاجه كده عينيكم هتيجي عليها هي الليبل دي او الووتر ليبل دي، مكتوب فيها اوريجينال 100% اوريجينال، اللي هو ممكن يكون 90% مثلا 80% دايليوتد مثلا. هل هي اوريجينال مثلا مخففه؟ اكيد لا يعني. طيب لا خلينا نخش بقى جوه العلبه نفسها. الانبوكسنج بتاع ال HW22 برو ساعه تعتبر قديمه شويه، ولكن هي كويسه على قد فلوسها. سعرها متهاون شويه وقليل بالنسبه للساعات اللي موجوده في السوق حاليا. العلامه دي علامه مائيه بتقول ان هي اوريجينال. في كذا اصدار من HW22 برو، ولكن مش كل الفيتشرز اللي موجوده هنا موجوده في الباقي، والعكس صحيح. مكتوب هنا برضو ان هي وايرلس تشارجنج وبلاك الومنيوم كويس، دي اللون بتاعها. هنا في شويه حاجات اللي موجوده جوه العلبه اللي هنشوفها مع بعض. بيقول لك تحذير ان انت ما تستخدمهاش كميديكال ديفايس. زي ما انتم شايفين كده الساعه بتكون هنا موجوده في كفر بلاستيكي زي الاوريجينال بالظبط، وكمان الستراب هنا. نشوف ايه كمان محتويات العلبه. وكمان في الشاحن بتاع الوايرلس، شاحن كويس جدا بيتوصل طبعا ب 5 واط، براس 5 واط، وشويه كتالوجات كده مش هنحتاج منها حاجه. كمان في فارانتي، بس طبعا هي ملهاش ضمان محلي في مصر. كده نقول ان دي هي محتويات العلبه، ما عدا دي طبعا نسينا ان الساعه دي بتكون موجوده جوه العلبه. بعد ما خلصنا الانبوكسنج خلينا نخش في التصميم والماتيريال. التصميم كويس، تصميم زي سيريس 6، ولكن البزل كبيره شويه بتاعت الشاشه، ده من وجهه نظري. وبرده خلينا نخش بالتفصيل عشان نشوف جوده الماتيريال. انا بحب الماتيريال بتاعت الساعات دي، يعني تقريبا كلهم واحد. جلاس 2.5 دي حاجات محترمه جدا، هتحس فعلا ان انت لابس ساعه ماتيريال بتاعتها كويسه جدا. خلينا نخش بالتفصيل برضه. بالنسبه للتصميم والماتيريال بتاع الساعه ذات نفسها، فالساعة تعتبر تصميمها حلو جدا، جلاسي، وفيها ايدج كده 2.5 دي حلو قوي، ولكن البزل يعتبر كبير نسبيا بالنسبه للساعات اللي موجوده في السوق حاليا. كمان ما فيهاش الزرار ده، ولكن عادي برضو دي تي 100 ودي تي 100 برو، كل الكلام ده مكتوب على حسب انت محتاج ايه. طبعا تقدر ان انت تركب عليها كل الاكسسوارز عشان هي 1 تو 1 بالنسبه للابل ووتش، سواء استرابات او كفرز على الشاشه. وكمان الزرار اللي هنا ده شغال بشكل كويس قوي، والكليكات بتاعته حلوه ومحترمه، مش بتهز كده. بالنسبه للتصميم والماتيريال اللي موجوده من ورا تعتبر كويسه جدا وشايني، ما فيهاش اي مشكله، وصعبه التجريح. بالنسبه للستراب اللي بيجي معاها تقدر ان انت تغيره زي ما قلت لكم، ولكن هو يعتبر كويس، مش بيمط قوي، ودي حاجه كويسه، يقول لك ان الماتيريال بتاعته حلو. دلوقتي بقى خلينا نخش في الشاشه بتاعتها تعتبر كويس كاضاءه وسلاسه، ولكن كحجم مش افضل حاجه. هي 1.5 1.6 في الحدود دي، واستحواذ الشاشه مش اكبر حاجه، فده من احد العيوب اللي موجوده فيها. وخلينا برضو نخش بالتفصيل وتشوفوا السلاسه بتاعتها بتكون عامله ازاي. بالنسبه للشاشه، فالشاشه بتاعتها اضاءتها كويسه زي ما انتم شايفين كده، الابيض بتاعها ساطع، والوانها كمان مش وحشه خالص.
زي ما انتم شايفين دي ريمبو، ولكن احنا ملناش دعوه. المشكله الوحيده ان البذر بتاعتها كبيره شويه، ولكن كالوان وسطوع وسلاسه فهي تعتبر ممتازه، ما فيهاش اي مشكله. والمقاس بتاعها 1.6 انش. بالنسبه بقى للبطاريه، فالبطاريه بتقعد معاك لحد يومين عمل. لو انت مش بتستخدمها وشغلها وحاططها كده جنبك تقدر تقعد معاك 4 و5 ايام. ده لو انت مش موصلها بالبلوتوث ولا بتستخدم عليها اي حاجه، ستاند باي مود يعني. ولكن لو انت بتستخدمها استخدام كويس فبتقعد تقريبا يومين. لو استخدام بقى موت فبتقعد يوم، على حسب يعني انت استخدامك ايه. ولكن كافريج هو يومين مستريح جدا، وبتتشحن في ظرف ساعتين. وما تنساش ان الشاحن بتاعها لازم يكون 5 واط. الراس الديل لا سوري، الشاحن ذات نفسه موجود في العلبه، بيكون وايرلس زي ما انتم عارفين. فدي حاجه مميزه، تحس ان هي فانسي برضو. ودي من احد المميزات الكويسه جدا اللي موجوده في الساعه. فما تنسوش ان هي شاحن 5 واط. خلي بالكم، يا اما لو في شاحن قديم ابل او سامسونج او في اللابتوب. بس ايه رايكم في الاضاءات اللي ورا دي؟ لذيذه صح؟ المهم يا شباب، احنا كده خلصنا البطاريه. تعالوا نخش بقى في المميزات. المميزات تعتبر كويسه جدا وكتير، ومن اهمها اللي يعني لفت نظري جدا ان هي وانت بتفتح الابلكيشن وانت بتقفله بتلاقي فيه فيدد كده زي الايفون. ودي حاجه حلوه جدا، انا ما شفتهاش في اي ساعه قبل كده. كانيميشن بتاع فتح الابلكيشن او فتح التاسك اللي انت عايز تعملها على الساعه. العربي بتاعها كويس قوي، والانجليش بتاعها كويس قوي، ما فيهوش اي مشاكل. وده اللي معودين عليه اتش دبليو مش زي الدي تي. ولكن الدي تي تغفر لها الشاشه اللي بتكون 60 هرتز، بتكون اسلس شاشه موجوده في الساعات الذكيه في الفئه السعريه دي. وللاسف عيب شديد شويه ان الخلفيات مش كفايه، خلفيات فقط اللي موجوده على الساعه. بس تقدر ان انت تغير اي خلفيه انت عايزها. يعني لو عايز تحط صورتك، صورة حد كده تقدر ان انت تغيرها من عن طريق الابلكيشن بمنتهى السهوله. فخلينا برضو نخش ونكمل ايه المميزات وايه العيوب الموجوده فيه. بالنسبه بقى للمميزات، المميزات كتيره جدا. خلينا نشيل بس دي ونخليها اللون الاسود. اول ما نطلع من فوق كده هتلاقي ان في لعبه اسمه حرب النجوم، تقدر ان انت تعمله، تبقى سلسه نسبيا يعني ما فيهاش مشكله خالص. دي حاجه حلوه يعني هتتسلى فيها لو انت ايه قاعد زهقان. ولكن طبعا البطاريه بتاعتك هترهق. تعمل لها باك يعني من فوق كده. دي الالعاب تقدر ان انت ترجع كده اهو. تعالوا نشوف من الجنب في السبليت سكرين، ودي حاجه حلوه جدا انا بحبها الصراحه. تقدر ان انت تفتح منها الشورت كات اللي انت شايفه. وكمان الساعه والتاريخ لو انت مش عاجبك الساعه والتاريخ دول يعني معرفش يعني، بس هي بتتحط في كل الساعات ايه. تعالوا نودي الناحيه الثانيه، هتلاقي بتغير الابلكيشن، بتغير الواتش فيسز. تعالوا نطلع من فوق، هتلاقي في الاختصارات السريعه. طيب بلوتوث كونكشن دون ديسترب، فلاش حلو جدا، ميوزك بلوتوث. وهنا برضو اللايت زي ما انتم شايفين كده سطوحها يعتبر عالي قوي. انا كنت على اقل حاجه ومش بلاقي معاها اي مشكله. دي حاجه كويسه جدا. لو هندوس دوسه مطوله هتقفل على طول. صوتها برضو يعتبر كويس، والمايك الى حد ما كويس. ولكن طبعا المكالمات مش هتكون انقى حاجه. وعشان نروح على القوائم هتضطر ان انت تعمل ايه؟ عشان تروح على القوائم هتدوس كليك. زي ما انتم شايفين كده في قوائم تشغيل كتيرة مختلفة هوريها لكم مع بعض، ولكن دي بتكون اسهل حاجة عشان خاطر نعرف احنا عملنا ايه وما عملناش ايه. هنا شوية سيتنجز، هنا مكالمات والارم. بصوا حلو قوي يعني خدتوا بالكم من الانيميشن اللي بيبقى موجود؟ لا حلو، حركة صايعة برضو موجودة في الابديت ده ومش موجودة في القديم. اعدادات البلوتوث، الصوت، مستوى الصوت، كل الحاجات دي تعتبر حلوه قوي. بصوا سلسه ازاي. الدولي اللي هي اللغه العربي ما فيهوش اي مشكله، هنجربه برضو مع بعض. والشاشه السطوع بتاعها، وكمان مهله الشاشه خليها اعلى شويه، خليها 15 ثانيه. تقدر ان انت تعمل له ريستارت او اباوت الساعه دي. واتش 6 وهي تابعه فعلا الاصدار السادس. بتدوس كليك كمان عشان ترجع للمكالمات وسجل الهاتف اللي هو مش هيشتغل غير لما تعمل البلوتوث. وهنا البلوتوث وهنا ميوزك بلوتوث وهنا الكاميرا اللي انت هتعمل كده اهو هتلاقيها ان هي اشتغلت. وطبعا لازم بلوتوث. تعالوا في القوائم اللي جنبها هتلاقي هنا مستوى الصوت. هنا هتلاقي الصوت اللي بيكون موجود فقط في حالة ان انت موصل البلوتوث. هنا الكالندر بشكل حلو جدا، اكيد هتفتحها واكيد هتستفاد بيها واكيد هتستفاد بالكالكوليتر. فعلا انا بستخدمها كتير لما بكون لابس الساعة او اي ساعة او اي سمارت ووتش. هنا المايك طبعا لازم فيه بلوتوث. هنا فايند ماي فون لازم يكون فيه بلوتوث. هنا عشان لما تعمل كده تشتغل، وشغالة برضو بشكل حلو جدا.
وهنا الشكل الناين بليسز، خليها 9 بليسز زي ما احنا عشان خاطر ما نتلخبطش. وهنا البلاد بريشر انه طبعا مش اكيوريت خالص، ولكن هنشوف برضو هل باقي الحاجه اكيوريت ولا لا، سواء دقات القلب او الاس بي او 2 او مستوى الاكسجين في الدم. هنا الخطوات والكاريز والديستنس تقدر ان انت تعملها بمنتهى السهوله بشكل حلو جدا. انا حابب الصراحه الفيتشرز اللي موجوده فيها بجد، والهارت ريت اهو زي ما انتم شايفين. هنا عندك برضو سبورت مودز كده حلوه قوي تقدر ان انت تعملها من هنا. بصوا السلاسه، ولكن مش اكتر حاجه، ولكن كويس تقدر ان انت تعتمد عليها برضو في الرياضات الاساسيه. وهنا مستوى الاكسجين في الدم، كل ده هنجربه ونقارنه بجالاكسي واتش 4 كلاسيك. وهنا النوتيفيكيشن بتكون موجوده فيسبوك تويتر وواتساب بمنتهى السهوله، وبكده تكون القوائم خلصت. بالمنظر ده مفيش اي اوبشنز تاني. انا حابب جدا ومستمتع جدا بالانيميشن اللي موجوده ما بين الابلكيشن او لما تفتح ابلكيشن وتسيبه، وتعتبر ضد الميه ولكن ضد الترطشه بس، وكمان اكيد فيها لو. وصلنا بقى للجزء الاسلس، هو الابلكيشن او السوفت وير. السوفت وير بتاع دي هي الام 2. الام 2 يعتبر ابلكيشن جنرال جدا، مش بتاع الاتش دبليو، ودي حاجه يعني زي ما قلت لكم كده في الاول، هي اصدار مختلف عن الاصدارات الثانيه، في اصدارات ثالثه، في اصدارات رابعه، ولكن دي بابلكيشن اسمه ام 2. تعالوا نخش بالتفصيل ونشوف ايه الابلكيشن ده، وبالمره نقيس هل دقه القياس بتاعه الاكسجين في الدم ودقات القلب كويسه ولا لا. يلا بينا. بالنسبه للابلكيشن فزي ما انتم شايفين كده هنعمل له سكان كيو ار كود بالمنظر ده كده. الابلكيشن بينزل، خليه كده لحد ما ينزل. تعالوا نقيس دقات القلب هتكون اكيوريت ولا لا. السامسونج جالاكسي واتش 4 جاهزه للاحتفال. دلوقتي انا بقيس هنا وبقيس هنا، المفروض ان انت تكون قاعد وثابت وتكون ايديك قريبه من 116. يا لهوي، وهنا 84. لا 116 دي مش مظبوطه، بس هنا 84 زي ما جت في الاول. خدتوا بالكم ان انا لما دوست على الشكل بتاع القلب ادتني الابلكيشن بتاع القلب هنا 76. لا تعالوا نقيس تاني، الساعه معرفش ليه بتخرف كده. 81 76 قريبين يعتبروا، ودي حاجه غريبه. دي كانت مطلعه 76 ودي كانت مطلعه 76 برضو في وقت ما. 84 على فكره هنا برضو من 76 ل 84. دي حاجه حلوه انا ما كنتش متوقعها الصراحه. 94 لا كده بقى، لا استنى لسه صدمتها. تحفه 82. الصراحه انا ما كنتش متخيل ان هي هتبقى دقيقه قوي كده، ولكن تعتبر كويس. يلا بقى نشوف الابلكيشن نزل ولا لسه. حاجه غريبه بس ان الابلكيشن بتاعها ام 2، وده مش الابلكيشن اللي انا متعود عليه من شركه اتش دبليو. طبعا عبيله واديله. طيب خلينا نحدد الحاجات دي. تحديد طبعا ماشي يا سيدي، اي حاجه يا سيدي. تحديد اهو. يلا نخش على اعدادات البلوتوث ونقوم فاتحين ده وفاتحين ده. هتلاقي نتائج البحث موجود فيها روت 6 بسرعه بشكل حلو جدا. موافق. الاتصال الناجح. تم الاتصال بشكل حلو قوي. عمل سينكرونايزنج للموبايل مع هنا بنفس اللغه بنفس الخطوات بنفس كل حاجه، والسعرات الحراريه. ده هنا بالنسبه للصحه. بالنسبه للداتا زي ما انتم شايفين كده مفيش داتا كبيره قوي عشان خاطر احنا لسه ما عملناش حاجه، ولكن هنا انت بتتابع كل حاجه. وهنا برضو الرياضه، في شويه حاجات كده لطيفه جدا. ابحث عن الصور. حلو قوي. ميوزك لطيفه ولكن صوت واطي شويه. ارفع تستيقظ انا مشغلها. مزيد من الاعدادات، رسالة تذكير بالابلكيشنز اللي انت عايزها. طبعا كل الابلكيشنز دي بتكون صيني، ولكن اقدر اظبط الابلكيشنز اللي انا محتاجها. عندي هنا مراقبة النوم، قياس معدل القلب تلقائي، ودي حاجة كويسة. وضع توفير الطاقة لو انت عندك البطارية عندك ضعيفة. اعداد اللغة العربية 24 ساعة. طريقة الامتداد اليد اليسرى او انت اليد اليمنى عشان لما تيجي تعمل كده تشتغل معاك بشكل كويس. وقت نظام التدامن يبقى انا كده في سينكرونايز. تعالوا نشوف بالنسبة لإدارة الطلب ده اللي هو الواتش فيس. زي ما انت شايفين كده نقدر ان احنا نحط اي صورة انت عايزها، وتقدر ان انت تعدل الخط زي ما انت شايفها برضو اهو زي ما انتم شايفين. ما فيهاش بس خلفيات شاشة كتيرة للأسف، دي حاجة اللي أنا بأخدهم عليها. اتش دبليو 22 برو التانية كان فيها خلفيات أكتر شوية من دي. وبس كده. أبلكيشن بسيط سهل، كان محتاج شوية أبديت أكتر من كده عشان خاطر الخلفية. غير كده فهو يعتبر كويس قوي ومناسب لاستخدامك الاعتيادي. Hi Pixby, what is the time? Thank you. وبكده نكون خلصنا الريفيو. يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا.
ما تنسوش ان انتوا لو عايزين تشتروها هتلاقوها في شوب نمبر 99. عندهم كل الاكسسوارز وكل الساعات الذكيه والاصليه كمان، الحاجات اللي هي في رينج 1000 1000 ونص 800 900 600 جنيه كمان. دي فئه سعريه تعتبر قليله شويه، يعني تحت ال 800 جنيه، فانت بتوفر او بتشوف ايه الحاجه اللي انت محتاجها وهل دي هي بتوفر لك احتياجاتك ولا لا، كشاشه، كابعاد بتاعت شاشه، كشكل. كل الاكسسوارز بتاعت الاصليه تنفع عليها، ودي حاجه مميزه جدا. ولكن زي ما قلت لكم الشاشه بتاعتها البيزل بتاعتها كبيره شويه، وفي نفس الوقت الخلفيات مش كتيره خالص. دي من الحاجات اللي انا اخدتها عليها يعني على الساعه دي، ولكن مميزات كتير قوي. عربي انجليش، دقات قلب يعتبر كويس نسبيا، سلاسه وشاشه تعتبر كويسه وناصعه والوانها مظبوطه جدا، تصميمها والماتيريال بتاعتها كويسين، واللفسيك بتاعها ماتيريال حلوه جدا. وكمان فيها لوك عشان خاطر لو عايز تقفلها وما تخليش اي حد يخش على الكونتاكس، والصوت بتاعها واطي نسبيا ولكن المايك بتاعها مقبول في الفئه السعريه دي. ما تنسوش لو عايزين تكسبوا ساعه ذكيه بقيمه 1000 جنيه تشتركوا في المسابقه بتاعه الوصول لل 10000 مشترك، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن. ما تنسوش ان انتوا تشتركوا فيها، هتنبسطوا جدا لو كسبتوا، وشروطها سهله جدا. كده انا اكون قلت لكم كل حاجه. يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا. ان شاء الله اشوفكم الريفيو الجاي. مع السلامه.